عليكم، كي دايرين بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بواحد الفيديو اللي كيهم فقط النساء اللي او حتى الرجال اللي باغيين يجيبوا العيالات ديالهم، او النساء اللي مقبلات على الولاده ولا اللي باغيين يولدوا وعاد يلاه جاوبنا لطالب باقي ما عارفينش القوانين، باقي ما عارفين شنو هما الحويجات اللي خاصهم يديروا باش ياخذوا المساعدات ديال الولاده ديال المراه. المهم قبل ما نبدا الفيديو ديالي بغيت نقول للناس اللي هذه غير نصيحه غنبدا في الاول، هذا ماشي موضوع الفيديو ديالي. انا بغيت ننصح الناس اللي ما عندهمش كارت ديدنتيتي او لا كارت ديدنتيتي ديال ليطالي، يعني شهاده السكنه، وباغيين يسافروا ولا باغيين يمشيو يخرجوا برا الايطاليين، راه ولاو كيرجعوا الناس البلاد، يعني في المطارات والحدود وهذا الناس اللي لقاوهم داخلين في المطارات، خصوصا في المطارات ترجعوا الناس بزاف اللي ما عندهمش لا كارت او كارت ديدنتيتي، ولاو كيرجعوهم البلد منين جايين، يعني البلد الاصل ولا فين كانوا منين جايين داخلين هنا للطالين وما عندهمش كارت ديدنتيتي، راه ولاو كيرجعوكم. ردوا البال راه ولاو كيرجعوا الناس اللي باغيين يسافروا ما عندهمش، سيروا حتى ديروا كارت ديدنتيتي ديالكم عاد باش تسافروا. والناس اللي جايين من المغرب وكان ما عندهمش كارت ديدنتيتي راه ديروا في بالكم غادي نرجعوكم. حاولوا ما تجيوش المطارات، المطار تاع روما رجعوا منه، والمطار ديال تورينو رجعوا منه بزاف ديال الناس. حاولوا تمشيو دخلوا من حاولوا الناس اللي دابا حاصلين في المغرب وما عندهمش كارت ديدنتيتي، حاولوا تدخلوا من شي بلاصه اخرى من غير المطار. شوف الحدود على الله عاد كاين اكثر ما كيقلبوش، حاولوا تدخلوا من الحدود يعني في كار ولا في طوموبيل ولا من غير طياره ولا جينوفا البارك. عارفين علاش كنهضر؟ باين قلت لكم كارت ديدنتيتي او لا كارت ديدنتيتي او شهاده السكنه فين كتسكنوا، يعني شهاده الاقامه. الكارت ديدنتيتي نخلي لكم الاولى هنايا، والثانيه اللي عاد ولات جديده الكترونيكا، يعني الكترونيك بحال مسكينه بحال هكا كارت صغيره. انا خديتها بدلت الكارت ديدنتيتي وعطاوني هذه اللي غنخليها لكم في التصويره هنا. والقديمه يعني القديمه ما بقاش الناس اللي عاد باغيين يجدوا، ما بقاش ولات سكيده صغيره زوينه يعني عاديه. المهم نرجعوا للموضوع ديالنا. الموضوع ديالنا كيخص المراه الحامل او اللي باغا تحمل او اللي عاد جايه كتلتحق بالزوج ديالها وما عارفاش قوانين اللي عاد يلاه جات، باقا ما عارفاش لا قوانين لا حتى شي حاجه. المهم غادي نحاول، واخا ما عنديش دراري ولكن عارفه القوانين، عارفه بزاف ديال القوانين، ماشي ديال غير هنا البلد الايطالي ولكن حتى من بلاد. المهم بالنسبه للمراه اللي حامله وباغا يعني تستافد من المساعدات ديالها، يعني المساعدات اللي كيعطيوها الدوله للمراه الحامل، بحال المراه ملي كتكون حامله كتوصل 7 شهور، ملي كتوصل للحمل ديالها 7 شهور كتمشي كتدفع طلب للدوله باش على حساب المساعدات ديالها. بالنسبه للنساء او الامهات الحوامل، الدوله كتمنح هديه رمزيه لكل ام حامل ملي كيوصل الحمل ديالها من 7 شهور حتى لسنه، يعني تتضمن هذه المبالغ 800 اورو. يعني هذا المبلغ الرمزي اللي كتهديه الدوله الايطاليه لكل امراه حامله، يعني 800 اورو، بحال كيف كنقولوا الزروره، هو راه سميتو بونوس ماما كتعطيه الدوله الايطاليه لكل امراه حامله. واخا تكون المراه مهاجره جايه من اي بلاصه، تكون من ايطاليا ولا ماشي ايطاليا، اي وحده يكونوا عندها الاوراق عاديين، يعني ديال العام 6 شهور سنتين، او كارطه دائمه، كارطه دي سوجورنو، تكون كارطه دائمه يعني كتعطيها. يعني بزاف الناس كنسمعهم كيقول لك لا حد كرا كيعطيوها غير الناس اللي عندهم الاقامه الدائمه. لا، هذه غلط، كيعطيوها لجميع النساء، يعني عندك الوراق يعني محدودين او عندك الاقامه الدائمه يعني كيعطيوك هاد 800 اورو. الافونتاج زوين هو بالنسبه للناس اللي ساكنين بجهه ريجيو ميليا او النواحي ديالها او ايطاليا كامله بصفه عامه كيعطيوك 800 اورو. اما بالنسبه للومبارديه، الناس اللي كيسكنوا في لومبارديا في ميلانو هنا والنواحي ديالها كيعطيو 1200. هاد الحاجه دايرينها غير الناس ديال لومبارديا، يعني ماشي في طالين كامله، لومبارديا بوحدها هي اللي دايره كتعطي 1200 في الشهر. 1200 الزروره ديال المراه
1200. يعني غير هنايا اللي كيديروا بحال هكا، اما في طاليان كامله كيعطيو 800 اورو صافي. يعني في الاول كان مشروط يكون عندك الاقامه الدائمه، يعني الوراق ديال فيما او كارطه دي سوجورنو تكون غير محدوده الا بغيتي زعما تستافد من هاد المساعدات. مي دابا لا، ولا تكون عندك اقامه ولو غير محدوده او محدوده، يعني تكون عندها تاريخ الصلاحيه، يعني تكون عندها مثلا ديال 6 شهور، عام، عامين، المهم تقدري تستافدي من هاد المساعدات. المهم هادو هما البونوس ماما او الزروره اللي كتاخذ المراه. يعني الناس اللي ساكنين في ايطالي كامل كياخذوا 800 اورو، يعني دفعه واحده كيعطيوها لك. يعني خصك تدفع الطلب ديالك ملي تكون عندك 7 شهور، حامله ب 7 شهور حتى لسنه، يعني حتى تولدي يكون عندك سنه. والناس اللي في لومبارديه كياخذ 1200 يعني 800 اورو كتعطيك الدوله، و400 اورو كتعطيك الجهه. يعني هذا هو بونوس ماما. يعني هاد الدوسي ديالك كتدفع، هاد الطلب ديالك كتدفعو اللبس، السيندكاتو، الكاف. ويعني الا فات الدري الا وصل العام وفات العام وما دفعتيش الطلب ديالو كتضيع لك هذيك 800 اورو او 1200. يعني خاصك تدفعيها ملي يكون، يعني تكون عندك الحمل ديالك من 7 شهور حتى توصلي عام. يعني فهمتي، ماشي الدري اللي وصل عام. يعني الا فات العام يعني راه ضاع عليك الحق ديالك، يعني ما غتاخدي حتى شي حاجه. المهم غادي نهضروا دابا على المساعده الثانيه او كما تسمى بونوس بيبي. بونوس بيبي هو مساعده كتقدمها الدوله للاسره، ولكن بشروط. خاص تكون يكون عندكم الايزي او بما يسمى المدخول الاجمالي. يعني المدخول الاجمالي هو الكود. يعني انا كنحاول نبسط لكم الكلام باش كلشي يفهم. هو المدخول الاجمالي للاسره. بونوس بيبي يعطي فقط للنساء الايطاليات والنساء الاتحاد الاوروبي، والنساء الحاصلات على رخصه الاقامه الدائمه. خاص تكون عندك كارتا دي سوجورنو، يعني تكون عندك الاقامه الدائمه الغير محدوده. يعني الا بغيتي تربح هاد المساعدات. بالنسبه للمدخول الاجمالي او الحد الاقصى هو 25,000 اورو في العام او في السنه. يعني الايزي ديالك كيكون طالع 25,000 في السنه. يعني كتاخد، يعني الدوله كتساعدك فقط ب 80 اورو في الشهر. ولا كانت الايزي ديالك، يعني كنهضروا حنايا على من 7,000 اورو في السنه، يعني كيكون عندك من 7,000 حتى 25,000 اورو في السنه، يعني كتاخد 80 اورو. يعني الدوله كتساعدك ب 80 اورو في الشهر فقط. الا كان الايزي ديالك طايح، يعني كيبدا من 0 حتى 7,000 اورو، الدوله كتعاونك ب 160 اورو شهريا. يعني هذه هي المساعده صافي. الا كانت عندك مثلا توأم، يعني كتدوبل هاد المساعدات. يعني بحال 160 هي 320، يعني اللي كتربح كتاخد في الشهر. هذا مكان شويه انايا قاصحه. يعني خاصك تخدم الا بغيتي تعيش باش تخلص كرهك. عيت ما كيعاونوش هنايا لا في الكرا، يعني عشت انا بشحال من بلاصه اخرى من غير الايطالي كيعاونوا بزاف. هنا يعني لما خدمتي ما تعيش. المهم هادو هما القوانين اللي نتمنوا هنا القدام تبدلوا صافي. اما بالنسبه للناس اللي واخا تكون متوفره فيهم جميع الشروط ويكون الايزي ديالهم فايت 25,000 اورو في السنه، يعني راه ما عندهمش حق في المساعدات، ما عندهمش حق في حتى شي مساعده. وبالنسبه للناس اللي الايزي ديالهم من 7,000 ل 25,000 وبغاو يزيدوا الطفل الاخر، انا كنت في الاول هاد 80 اورو بالنسبه للناس اللي عندهم من 7,000 ل 25,000 غياخذوا 80 اورو. ولا زادوا الطفل الاخر، يعني الثاني او الثالث، كتعود تزيدهم الدوله، كيوليو يربحوا 96 اورو شهريا. اما بالنسبه للناس اللي الايزي ديالهم طايح كيف ما قلت لكم من 0 حتى 7,000 كيبدا، وبغاو يزيدوا الطفل الاخر يعني الثاني او الثالث، يعني الدوله كتزيدهم 100، كيوليو ياخذوا 192 اورو شهريا. وهاد المساعدات كانوا
يعني المده ديالهم كتكون 3 سنين، يعني كيعاونوك 3 سنين. كيبقاو هاد المساعدات شهريا كيبقاو يجيو. يعني هادشي كان في 2017 2018 حتى لهاد السنه 2019. يعني الناس اللي مقدموا هاد الطلب في 2017 2018 2019 راه باقي كيربحوا حتى اللعبه. الناس اللي عاد ولدوا في هاد السنه يعني الدوله غتبقى تساعدك فقط لمده سنه. يعني غادي نبقاو يعطوك هذيك على حسب الايزي ديالك، يعطيوك ديك المساعدات لمده سنه فقط. يعني هذا القانون الجديد اللي ولا دابا ولا المساعدات فقط سنه، مابقاش 3 سنوات. يعني هادو المساعدات مقارنه مع بلايص اخرين دول اخرين يعني كل اللي قلت لكم فقط لمده سنه. يعني في الاول كانوا ياخذوا لمده 3 سنوات، ولكن هذا العام فقط لمده سنه. يعني هذا هو القانون، يعني تبدل القانون وصافي. انا راه كاتبه كلشي هنا باش نعقل عليه. يعني داك الشيء اش كتشوفوني كنقرا تحت يعني راني كاتبه باش نعقل عليه. بالنسبه للناس اللي ولدوا وما دفعوش الطلب، يعني حتى فاتت يعني توصلت 6 شهور عند البيبي ديالها، عاد باش دفع الطلب راه كتضيع ديك 6 شهور الاولى. يعني كيبقى عندك الحق فقط في 6 شهور. يعني يعني عندك الحق الا بغيتي تدفعي ولدتي، يعني عندك الحق في 3 شهور الاولى تدفعي الطلب باش تربحي ديك السنه في المساعدات ديال السنه. الا فاتت السنه ما دفعتيش الطلب وفاتت السنه واخا بنهار صافي كتضيع لك الحق، ما كتبقاي يعني عندك الحق حتى شي مساعده. المهم نتمنى هادشي يكون فاتكم. وهاد المساعدات كاملين كيدفعوا اللبس. يعني الا كان الاب والام مثلا مفارقين وولدت المراه ولا يعني كيشوفوا خاص هاد الطالب يدفعوه اللي عايش معاه الطفل. يعني هي مع الاب هي مع الام، اللي عايش معاه هو اللي عنده الحق يدفع هاد الطلب. يعني ماشي ما عايش معايا يولي غدا باش ندفع الطلب ما عنديش الحق. دابا غنهضر على المساعده الثالثه اللي كتهم النساء، يعني البونوس نيدو اللي الدوله كتساعد المراه العامله او المراه الخدامه ب1000 اورو في السنه. يعني كتعاونك ب1000 اورو في السنه، وتخلصي 5 اورو في النهار الاكل ديال الطفل ديالك او الولد ديالك او البنت ديالك. يعني الماكله ديالو 5 اورو في النهار. ولا ما بغيتيش تخلصيها كتاخدي ولدك ياكل في دارو وترجعيه للمدرسه ديالو، ولكن بشرط يكون الايزي ديالك ما كيتعداش 5000 اورو في السنه. يعني الكود ما يكونش فايت 5000 اورو في السنه. المهم كنتمنى هاد النصائح يكونوا فاتكم. ما تدوش عليا في اسمهم فاش نعطي نصائح بحال هكا غير كنهضر بلا ما ندير لا شي وصفه ولا ندير شي حاجه جاتني في شكل صعيبه شويه، ولكن غدا نولف شويه شويه. وحتى الفيديوهات مابقيتش تصور بزاف جاتني في شكل ولكن ماشي مشكل، شويه بشويه غدا نولف. الا عندكم اي اقتراحات او بغيتو تسولوا على شي حاجه وما عرفتوش شي حاجه كتبوا لي نحط لكم فيديو او نجاوبكم ديريكتومون. بالنسبه للناس اللي كيسولوني على حساب لي كونطرا ولا واش تحلوا ولا مازال، راهم باقيين كيهضروا عليهم، باقيين قالوا غادي يتحلوا وما عارفاش واش عارفين هاد الصالفيني معقد شويه الامور. يعني بدل بزاف ديال القوانين، بدل شحال من حاجه. نتمنى يكون خير وان شاء الله يتفتح هذا القانون. قالوا هذا الشهر غادي يتحل، شهر 3، ويكون خير ان شاء الله. الله يوفق الجميع ونتلاقاو في فيديو جديده وتهلاو ليا فراسكم.